السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدأ كلامنا. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ما شاء الله، الله أكبر. شوفوا الجمال والحلاوة. أحلى بانيه هتعمليه لأولادك ويحبوه بالطريقة دي. الطبقة سميكة ما شاء الله عليها. شوفوا ما شاء الله، ومقرمش وجميل. أول حاجة هنعملها، معايا ربع كوباية زيت، زيت نباتي، ومعايا البهارات بتاعتنا هنضيفها على الزيت. البهارات عبارة عن فلفل أسمر وكمون وشطة وملح وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا ومعلقة معلقة مرقة ومعلقة كركم. كل حاجة معلقة صغيرة من البهارات دي. هنقلبها كويس كده في الزيت بتاعنا اللي احنا حاطينه، وهنزل بكوباية ربع كوباية لبن رايب أو علبتين زبادي حلوين كده لو الكمية معاكي كيلو بانيه. وهنزل بمعلقتين خل كبار حلوين كده. وبعد ما دمجنا الخل معانا في نفس الخليط كده، هننزل طبعا بمعلقة صلصة. أنا كنت بسوي صلصة وحطيت منها. لو عندك صلصة جاهزة أو عندك كاتشب أو مستردة حطي برضك، بتخلي الخليط بتاعنا جميل جدا. ده اللي كان متوفر عندي. معايا بيضة واحدة هحطها طبعا في الخليط بتاعنا. الخليط دون يكفي كيلو بانيه. لو انتي هتزودي عن الكيلو البانيه يبقى كيلو، هتضاعفي الكمية بنفس الطريقة. بعد ما دمجنا البيضة كده، هنزل بالبانيه اللي معايا. اتأكدي ان انت دمجت كل حاجة علشان الملح ما يبقاش في حتة وحتة، لأ، عشان ما يبقاش حادق معاكي. هنزل بالبانيه بتاعنا كده في الخليط. وطبعا لازما الخليط يغطي البانيه بتاعنا زي ما حضرتك شايفة كده. انا كان عندي بانيه وكان عندي صدر فرخة، قطعته زي الستريبس كده وحطيته. ما شاء الله كان جميل، ويستحسن ان انتي تبيتيه في الخليط ده من بالليل لتاني يوم، هيديك طعم روعة جدا ما شاء الله عليه. لازم ان الخليط بتاعنا يغطي البانيه كده. انا الكمية دي كانت وفيرة جدا للكيلو البانيه. هغطيه وادخله التلاجة، قعده ساعة ساعة ونص كده. وزي ما قلتلك يستحسن ان انتي اي حاجة تبليها من بالليل. ما شاء الله، شوفوا الجمال والحلاوة كده. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد من أكلك أحلى مع ولاء. يلا بقى دلوقتي هنحضر التغطية بتاعت البانيه. معايا كوب دقيق أبيض متعدد الأغراض، ومعايا كوباية دقيق بقسماط دي من عند العطار. هنقلبهم كده في بعضهم. والبهارات اللي معانا بهارات موجودة في البيت. معايا بابريكا ومعايا كركم ومعايا فلفل اسمر ومعايا بصل بودر وتوم بودر ومعلقة شطة صغيرة. ومعايا معلقة صغننة جدا زعفران. اللون الاصفر ده بيخلي طعمه جميل جدا، ولونه بيخلي لون البانيه جميل جدا، وبيدوله اللون الذهبي الجميل. وطبعا معلقة صغيرة جدا ملح ومعلقة مرقة. وهنزل بمعلقة كبيرة من النشا ونص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. وهنقلب المكونات دي كلها ببعضها كده. نفس البهارات بتاعتنا اللي حطيناها في البانيه هنحطها طبعا على دقيق البقسماط والدقيق بتاعنا. قلبي كويس كده وادمجي المكونات كلها في بعضها. ويلا بينا نشوف الخطوة التانية ان شاء الله وهتعجبكم. اعملوه بنفس الطريقة ما شاء الله، وادعولي دعوة حلوة كده. بعد ما قعد البانيه معانا ساعتين في التلاجة، شوفوا ما شاء الله، هنزل بيه بقى واعمل الطبقة بتاعته. لازم تكبسيه كده ما شاء الله عشان يشرب من الدقيق البقسماط والدقيق بتاعنا. شوفوا ما شاء الله. هعمل واحدة معاكم كمان بنفس الطريقة دي. هكبسها كده، لازم اكبسها كده واغطي اي حاجة باينة ما شاء الله. لو انت حابة ان انت تعملي الطبقتين زي ما انا هعمل كده، شوف برجعه تاني في نفس الخليط بعد ما عملته، وتبقى طبقة سميكة وجميلة جدا.
اهو بنفس الطريقة. ما شاء الله كان طعمه جميل جدا، وهيعجبكم وهيعجب اولادكم. شوفوا ما شاء الله. رجعي قطعة البانيه في نفس الخليط اللي احنا كنا نقعينه فيه، وهتديكي طبقة سميكة وكويسة وجميلة جدا. شوفوا ما شاء الله. كانت الكمية معايا وفيرة، قلت على قد أكلنا، وعندي الباقي في الفريزر. زيت غزير لازم يسخن على النار، وبعد كده أوطي النار وأنا بقلي البانيه بتاعي علشان طبعا ما يتحرقش، واضمن ان البانيه بتاعنا مستوي من جوه. النار عالية في الأول، وبعد كده هتوطي عشان البانيه ما يتحرقش معاكي. كده بنفس الطريقة هنقلب البانيه للطبقة التانية كده. ما شاء الله كانت طبقة سميكة وجميلة جدا، وحسيت ان البانيه ما شاء الله بطبقة الدقيق بتاعنا والبقسماط. شوفوا ما شاء الله، وشوفوا لونه الذهبي الجميل. ما شاء الله كانت ريحته جميلة جدا. لو عندك مناديل مطبخ افرشيها على الطبق وحطي كده في الطبق. انا بحط في الطبق وبنقله في طبق تاني لما يهدى شوية، ما كانش متوفر عندي مناديل. قالت معاكم كمان واحدتين هما كمان، وهكمل الكمية وارجع لكم تاني. شوفوا ما شاء الله كانت كمية وفيرة جدا ما شاء الله، والزيت بتاعنا ما اتحرقش. شوفوا ما شاء الله، عشان انا بوطي عين البوتاجاز علشان طبعا ما يتحرقش معايا، واحس ان البانيه بتاعي مستوي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شوفوا الجمال والحلاوة ما شاء الله، واللون الذهبي الجميل، والطبقة التقيلة السميكة بتاعته ما شاء الله. شوفوا البانيه حاجة كده من الآخر، هيعجبك ويعجب أولادك. بألف هنا وصحة على قلبكم يا رب. ما شاء الله 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 الله، ده حاجة جميلة خالص. مفيش تسلم ايدك يا لولو ما شاء الله. شوفوا أحلى بانيه عملناه، والطبقة السميكة بتاعته وبسرعة الصاروخ، وحاجة كده موفرة من قلب البيت ما شاء الله. ومن صدر فرخة ممكن ان انتي تعملي، يعني ما تقوليش البانيه غالي ولا حاجة، لا انتي ممكن من صدر فرخة كبيرة تعملي ما شاء الله منه بانيه، وتوفري عندك كمان، وتعملي ستريبس، وتعملي كل حاجة من الفرخة اللي انت حباه. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم ولاء أحمد من أكلك أحلى مع ولاء.